روقان مساء البهجة. النهاردة تنمية بشرية، حلقة مهمة جدا. لو انت بجد حسيت ان انت فقدت الرغبة في الحياة، جات لي استشارة كده على الخاص يعني من واحد عايش في ألمانيا، شاب في مقتبل عمره. مفادها يعني ان هو مر بحاجات كتيرة، مش هنقول عليها صدمات، هنسميها تحديات، وإن هو تفكيره بعد كده اتحول لسلبي جدا، وإنه فقد الرغبة في الحياة. الفيديو ده مهم جدا لو أنت بتحس كده، أو انشره عشان ننشر الخير. متنساش اللايك والسبسكرايب، أوعى أنا شايفك. بص بقى يا سيدي، الإنسان اللي بيفقد الرغبة في الحياة هو مبدئيا كده هو إنسان بعيد عن ربنا. ليه بقى؟ لان هو تخيل كده، انت في حد بيجيب لك هدية جميلة جدا وانت بترفضها وبترفض الهدية دي، يبقى انت كده ايه؟ غلطان في حق اللي جاب لك الهدية. فاذا حبك للحياة ده معناه ان انت قريب جدا من ربنا. ده اولا. ثانيا، لو انت عندك مشاعر اكتئاب، مشاعر حزن، مشاعر عدم رغبة في الحياة، ده مش بسبب الاحداث اللي بتحصل لك. في حاجة عندنا في السيكولوجي أو علم النفس اسمها المشاعر، أو المشاعر السلبية، أو اللي الإنسان بيحسها. بتيجي منين المشاعر دي؟ بتيجي من الصدمات أو الترومات اللي الإنسان بيمر بيها. أنا ما بحبش أقول عليها ترومات وما بحبش أقول عليها صدمات، أنا بحب أقول عليها تحديات. تمام؟ كل تحدي الإنسان بيمر بيه له جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. لما انت تدرب عقلك ان انت تشوف ان اي تحدي انت بتمر بيه ان انت بتستفيد منه، لان خالق الحياة والكون ربنا مش بيجيب لك حاجة وحشة. كل حاجة بيجيلك هي فايدة ليك عشان انت تبص لداخلك وتطور من نفسك وتقوى وتتعلم حاجة اكبر. لكن للأسف أغلب الناس اللي بتمر بأي تحدي في الحياة، لما بتمر بأي حاجة سلبية بتدخل في التفكير السلبي اللي هو الحزن، الاكتئاب، وما تبصش لأي حاجة بتمر بيها إن دي بجد نعمة جات لي عشان انا اتعلم، عشان انا اتدرب، عشان انا اقوي من نفسي، عشان مثلا ان انا اتعلم ان انا احط حدود مع الاخرين، عشان اتعلم الثقة بالنفس، عشان اطور من نفسي وكده. تمام؟ اذا كل شيء في الحياة هو بيجيلك لمصلحتك. نفترض مثلا اتنين شخصين، الشخصين دول اتعرضوا لموقف مثلا سلبي، واحد منهم إيجابي ومتفائل، فخد الموقف السلبي ده وسأل نفسه أكيد الموقف ده جاي لي عشان أنا أتعلم حاجة معينة وأطور من نفسي. واحد تاني شاف الموقف ده اكتئب وحزن جدا، وقعد يلوم الحياة ويلوم الناس، وشاف الدنيا كلها وحشة وشاف الناس وحشة، عشان كده ما تقدمش في حياته. بحب جدا الآية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت عمرك ما في حاجة في حياتك تتغير غير ما تفكر في نفسك. في السيكولوجي في حاجة اسمها علم العلاج السلوكي المعرفي. يعني إيه؟ يعني أنت بتشوف الأفكار السلبية اللي أنت تبنتها، اللي هي أصلا ملهاش علاقة بالحدث خالص. يعني الحدث، أي حدث بيجيلك، والحياة عامة هي حيادية، لا إيجابية ولا سلبية. فأنت بتشوف الحدث اللي بيجيلك ده، تبص له بطريقة إيجابية وتشوف أنا اتعلمت إيه. بالطريقة دي أنت هتبتدي تستفيد وتعرف الفايدة أو الدروس اللي أنت المفروض تتعلمها. هقولك على معلومة مهمة جدا. لو انت ما اتعلمتش الدروس من الحاجات اللي بتجيلك في حياتك هتتكرر لك طول الوقت. لان القدر عامة بيمشي بطريقة ان انت المفروض تتعلم حاجات معينة، فلما تتعلم حاجات معينة بتتطور وبتوصل لقدر تاني افضل، او نسخة تانية جديدة او قوية جدا من نفسك. عشان كده انت ممكن تلاقي ناس فعلا كانوا فقراء جدا، وتلاقي واحد وصل لدرجة الصفر وتحت الصفر بس قرر يكون غني، قرر يبقى يوصل للثراء او للغنى او لحاجة ايجابية.
وممكن حد برضه يكون هو فقير أو درجة تحت الصفر وقعد يكتئب ويحزن وعاش دور الضحية. وأنا هاتكلم إن شاء الله بإذن الله فيديوهات جاية قوية جدًا عن دور الضحية، وإزاي دور الضحية وإن أنا مظلوم والمجتمع ظالمني والناس ظالمينّي دي حاجة بتاخد منّك قوتك. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لك بجد، إن أنت لمّا تدرّب عقلك الباطن إن أي موقف أنت بتعدّي بيه هو وسيلة للتطوير، وسيلة للقوة، وسيلة لإن أنت تعرف حاجة عن نَفْسك وتطوّرها، وتبتدي تشوف داخلك إيه، وتبتدي تشوف الطفل الداخلي أو المشاعر اللي جواك المتألمة سواء من الماضي، لإن بيبقى في تراكمات سلبية من الماضي، أحداث من الماضي، تبتدي أنت تعمل تخيُّل الأحداث دي إن أنت اتعلمت منها إيه، أو وتكرر الكلمات الإيجابية، لإن التكرار الكلمات الإيجابية والتخيُّل الإيجابي أنت بتعيد برمجة عقلك الباطن، والعقل الباطن يا جميل هو المسؤول عن المشاعر ومسؤول عن السلوك. عشان كده ممكن الناس بيبقى عندها كل حاجة ومش قادرة تبتسم، لإن هي مبرمجة نفسها بطريقة سلبية. حب حياتك، اتعلم من التحديات اللي انت بتمر بيها، واعرف دايما ان الهك بيحبك وعايزك تكون في الحياة سعيد ومبسوط ومتطور. من قلبي بتمنى لك كل حاجة جميلة، كل سنة وانت طيب وبسعادة ورمضان كريم. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان الفيديوهات تنتشر، ونقدر ننشر أكبر قدر من التفاؤل والطاقة الإيجابية ما بين الناس. وشكرا.